نصايح بايكرز ويعني ايه موتوسيكل حالي. طيب قبل ما ابدا الحلقه انا عايز اقول لكم ان انا بقيت اوفيشالي سبونسرد من شركه ريبسول للزيوت، يعني انا حبيت اشارك معاكم الحاجه دي لان هي حاجه تفرحني وان شاء الله تخليني اقدم محتوى افضل الفتره الجايه. طيب تعالوا نقسم الموتوسيكل الحالل لكذا جزء او 3 اجزاء. اول جزء موتوسيكل حالل وشين او حالل وش، ودي ما حاجه ما تعيبش الموتوسيكل. ليه؟ لان انت بتبقى حالل للوش ده، ممكن مغير دبرياج، ممكن كان فيه مشكله في الكهرباء، ممكن الموتوسيكل وقع على جنبه وهو واقف، فدي حاجه ما تعيبش الموتوسيكل خالص ما دام الوش متقفل كويس وكل حاجه تمام. فدي كده اول نقطه معانا. طيب النقطه الثانيه وهي حالل وش سلندر. هنا ممكن الموتوسيكل سخن منه لا قدر الله فجاب جوان وش سلندر، فغير الجوان وقفل الموتوسيكل كويس والموتوسيكل بقى تمام. دي حاجه برضو ما تعيبش الموتوسيكل قوي، تعيبه بنسبه بس ما تعبوش قوي. الموتوسيكل لو داير كويس، صوته كويس، اداؤه محترم، ما فيهوش اي مشاكل، يبقى في المجمل الموتوسيكل تمام. ممكن ينزل من سعره شويه بس في المجمل يعدي. تالت نقطه ودي اهم حاجه بقى او الاليفنت ان ذا روم، وهي موتوسيكل عامل عمره. حال عامل عمره، يقول لك عامل عمره ستاندرد، عامل عمره مش عارف ايه، ايا كان عامل عمره ايه. تعالوا نتكلم فيها شويه بقى ودي فيها شويه تفاصيل. اول حاجه لو موتوسيكل صيني عامل ده موتوسيكل صيني حالل، انا ما بحسش ان هو يعيبه قوي. يعيبه بس ما يعيبوش قوي، لان الموتوسيكل الصيني كده كده في اخر المطاف يعني هو مش تكلفته مش غاليه، تكلفه تصليح موتوره مش غاليه، تقل من سعره. بس الموتوسيكل الصيني انت ممكن تلمه كله عمره كل سنه كل 8 شهور مش هيكلفك 6000 جنيه مثلا 5000 جنيه. انما بقى المشكله كلها في الموتوسيكلات الياباني، والسببين بقى او لكذا سبب. طيب تعالوا نتكلم. اول حاجه الموتوسيكلات الياباني ادائها كله هاي برفورمانس. يعني ايه؟ موتور بيشتغل تحت ضغط عالي جدا، بيشتغل تحت درجة حرارة عالية جدا. هتقول لي يعني ايه بيشتغل تحت درجة حرارة عالية جدا؟ اقول لك يا باشا، انت دلوقتي لو هتعمل عمرة لعربية او هتعمل اي شغل في عربية، هتخرط بقى ايا كان، اولا العربية بتشتغل تقريبا على نص الار بي ام بتاع الموتوسيكل او اقل من نص شوية، فده بيقلل الضغط اللي جوه الموتور. فدي كده اول نقطة، ضغط الموتور مش زي ضغط موتور الموتوسيكلات. تمام. طيب تاني نقطة معانا وهي درجة الحرارة. انت العربية بتشتغل على درجة حرارة تقريبا 90، ما بتزيدش عن 90. لو زادت عن 90 بتقول لك يا باشا وقف، انا خلاص كده مش هقدر اشتغل، انا خلاص وقفني، انا كده هجيب جوان وش سلندر. الموتوسيكلات الياباني احنا بنشغل المراوح على 104 اصلا. تمام. فده كده وانت فاهم ماشي عادي كاجوالي كده في يوم رايح مشوار. انت لو قارص بقى وبتجري ومش عارف ايه، درجه الحراره هتعدي معاك 104، ممكن توصل 110 115. الناس اللي سايقه سبورت بايكس بيحطوا ارقام خرافيه يعني في الصيف وهم ماشيين، يقعد يقول لك الموتوسيكل جاب 120 اعمل ايه الحقوني، وتلاقيه راكن على جنبه وعمال ايه يبرد الموتوسيكل وينفخ فيه وبتاع. فاحنا دلوقتي بنتكلم على موتوسيكل اداء عالي جدا، درجه حراره عاليه جدا، هنبدأ بقى نشتغل جواه. أول نقطة وهي الفني. عندنا مشكلة في مصر كبيرة إن في الموتوسيكلات مفيش ناس دارسة كتير. يعني إيه ناس دارسة كتير؟ يعني هتلاقي ناس عندها خبرات. بمعنى ايه؟ هتلاقي واحد مثلا اشتغل في الموتوسيكلات الياباني 10 سنين، فهو عنده خبرة ان هو مثلا لما يحط دي تشتغل، لما يشيل دي ويحط دي هتشتغل، لو قرت على دي الموتوسيكل هيبقى اداؤه احسن، لو خف دي الموتوسيكل هيبقى اداؤه اوحش. بس هو مش فاهم ايه السبب اللي بيؤدي الى ده. يعني انت لو قعدت تتكلم معاه وتقول له مثلا الموتوسيكل مثلا في مشكله في الحجره الثالثه، فهيقول لك ما يقولكش مثلا تعال نقيس طب ضغط الحجره عشان نعرف السبب في إيه. يقول لك لا انت عايز تعمل عمره، انت عندك كده المكنه بتهرب. طب ما ممكن يكون في مشكله تانية. يعني مفيش فكره ان انا فاهم ده ليه بيحصل او انا هعمل ده ليه. فدي نقطه مهمه جدا ان مفيش ناس كتير قوي دارسه. طيب عشان تعمل عمرة الموتوسيكل ياباني وتبقى ناجحة، انا هنا بتكلم في الياباني بقى او في الموتوسيكلات اللي بتشتغل على هاي برفورمانس موتورز يعني، او مواتير بتشتغل بأداء عالي. هنا انت محتاج فني فاتح حرفيا الكتالوج بتاع الموتوسيكل او عارف الموتوسيكل ده المفروض يتعمل فيه ايه بالظبط، لان كل ضغطة كل تقريطة كل حاجة مدروسة، كل حاجة ليها حاجة. فانت لو عكيت هتطلع موتور مش شغال او شغال ب 25% من ادائه. تمام. فانت كده ما استفدتش اي حاجه. فدي كده اول نقطه. فرضا ان احنا لقينا فني شاطر جدا وهيعرف يشتغل فيه كويس جدا، في هنا بقى احنا هنقف ثانيه لان احنا مش عندنا. بس انا بقول لك نفرض لقينا. طيب نخش لتاني مشكله. طيب لقينا الفني الشاطر وهنبدا نعمل العمره بتاعتنا، انت مش هتلاقي الخامات اللي انت محتاجها عندك في مصر. طيب هتروح تجيب خامات رديئه. طيب الخامات الرديئه دي مش مجهزه للموتوسيكل ده. طيب
كده انت ضحيت بقى بحاجات جوه الموتور. يعني انت مثلا قطعه مش لاقيها اصليه جبتها كوبي، فانت بقى عندك الموتور كله فيه خلل في القطعه دي، فهتحل تاني عشان القطعه دي. والله قفلنا وحطينا مش عارف جلد صباب ايه، فجلد الصباب ده صيني، استرخصنا جبنا جلد صباب رخيص، هنحل تاني عشان احنا بس حطينا جلد صباب رخيص فوحش. طب احنا حلينا تاني فحصل مشكله في البيستم، فاحنا بقى هنحل تاني. كل ده مثلا انت في خلال سنه تحل لك مثلا 10 مرات عشان كل شويه حاجه غلط بتحصل. تمام. طيب المشكله اللي بعدها وهي الخراط. رحنا بقى للخراط، يا باشا خروط لنا بقى واعمل لنا بقى الشغل بقى ونضف بقى واعمل مش عارف إيه. الموتوسيكلات الياباني او الموتوسيكلات الهاي برفورمانس بتشتغل بدقه مايكرون. الدقه بتاعه الخراطه دقه عاليه جدا. انت بتخرط هنا يدوي. طيب بتخرط هنا يدوي بيبقى فيه فروقات، في حاجات ممكن تكون مش قادر هو يوصل لها، مش قادر يعملها لان الدقه مش قادره تجيبها. ففي الحاله دي بقى عندك اخطاء في القياسات الداخليه جوه الموتور، فده بيؤدي الى ايه؟ مشاكل جوه الموتور. طيب لا لقينا مكان بيخرط بدقة عالية جدا. تمام الحمد لله. الخامات بقى، اغلب الخراطين بيبقوا شغالين بخامات تنفع للعربيات، وكنت من شويه انا قايل لكم ان العربيات بتشتغل على تمبريتشر 90 ومش هاي برفورمانس، مفيش ضغط عالي. ففي الحاله دي الخامات دي لو اتحطت عندك في الموتور بتاع الموتوسيكل الياباني، انت برضو عندك مشكله. السبيكه بتتكسر عندك، مش عارف البستم يتقطم، حاجات بتحصل عبثيه جدا بسبب ان انت استخدمت خامات مش للموتوسيكل الياباني، هي عربيه. وطبعا الناس بتبيع الهوا. انت تروح يقول لك يا باشا ده انا بشتغل مش عارف كتالوج وبعمل وبنجيب الخامات ايه وبنعمل ايه، هو اصلا ولا في الكلام ده. وخش على جروب البايكرز، خشوا على جروب البايكرز شوفوا كميه الناس اللي حصل معاهم مشكله في العمارات او في ان هم يحلوا موتور. طيب انا قفلت السكه في وشك؟ انا ما قفلتش السكه في وشك. انا اللي انا بتكلم فيه كله ان انت لو معاك مثلا موتوسيكل موتوره استيراد ب50 60 الف جنيه، ليه تروح تدفع 30 40 الف جنيه في عمره؟ ما تروح تجيب موتور وتحطه عادي. ايه المشكله؟ يعني ده منظوري في الموضوع. بسبب ان انت عندك هنا مفيش حد بيعمل ده بكفاءه عاليه. لو انت هتديني موتور تضمنهولي سنتين مثلا او سنه، يا عم سنه، تمام، ان هو يشتغل باداء عالي، انما ما تديهوليش وتقول لي ما تعديش بال 160، ما تعديش بال 150. مش بتكلم في فتره التليين، انا بتكلم في العموم. فطبعا لا، يعني مش جاي اشتري، مش جاي ادفع مبلغ عشان في الاخر يحصل ده. زائد ان انت في الريسيل او في اعاده البيع مش هيجيب لك سعر لان هو حلو وعامل عمره. فاللي بيشتري بقى اللي هو طب انت في اخر العمره والموتوسيكل خلاص جاب اخره. وبعدين الموتوسيكل الياباني ما بيعمرش مرتين، يعني هو لو عمرت مره مش هتيجي التانية، يعني فاهم؟ لو مسلكت في الاولى مش هتيجي التانية خالص. فده منظوري. الموتوسيكلات الياباني اللي حلة نبعد عنها. انا ما بعيبش فيها ومش بوقف سوقها ولا اي حاجه، بس نبعد عنها لو انت هتجيبها بكل فلوسك. انما لو هتجيب موتوسيكل ياباني عايز حالل مثلا، هتمشي بيه شويه وعامل حسابك ان انت جايبه بسعر حلو، فهتحط عليه فلوس وتجيب موتور ويبقى معاك تمام، توكل على الله وهاته. انما هتحط كل تحويشتك في موتوسيكل حالل، انت كده حرام عليك نفسك. يا عم روح هات موتوسيكل صيني زي الفل وامشي بيه. انما الموتوسيكلات الصيني حله مفيش مشكله، عامله عمره مفيش مشكله ما دام سعرها ايه؟ مظبوط. بس ده كان ملخص الموضوع بالنسبه لي في مواضيع مواتير الحله والعمره وحل الوش وحل الوش سلندر وحل الموتور والعمره. عارف ان الفيديو هيزعل ناس كتير مني اللي هم الميكانيكيه اللي بيعمروا وبيعملوا الياباني، بس الجروبات مليانه مشاكل ومليانه ميكانيكيه المفروض ان هم محترمين وكانوا بيدوا كلمه وموتوسيكل 6 شهور وسنه، وبعد كده يديهولك وما يعمر منك ولا تلاقيه جاب عمل صوت تاني ولا حصل حاجه يقول لك ماليش دعوه. زائد ان انت مش هتاخد اداء 100% من الموتوسيكل تاني. وبس كده. اتمنى ان يكون الفيديو وضح لكم النقاط يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، عشان ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. النقاط اللي انا عارفها. ممكن تكون في حاجات تانية انا مش عارفها، اتمنى انتوا تفيدوني بيها برضو. وبس كده. قولوا لي تحبوا نتكلم في ايه المرة الجاية، حاجة تكونوا انتوا مش عارفينها او حابين تعرفوا اكتر عنها. بس كده، سلام.